شباب كتير قوي الوقت حاسين ان هم مخنوقين ومضغوطين نفسيا جدا. الضغوط النفسيه عادت بتخلي ناس تنتحر، وناس عايشه في اكتئاب رهيب، وممكن ما بيروحش لدكتور نفسي لانه اصلا بيفكر هو الخنقه اللي انا فيها دي، هو الضيق النفسي الرهيب اللي انا عايش فيه والضغط النفسي اللي انا فيه ده، هو ممكن يبقى فيه علاج ليه اصلا؟ هو ممكن الحاله دي اخرج منها اصلا؟ تتخيلي تصدق ان ربنا اتكلم عن الضغوط النفسيه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ناس كتير قوي يعني بتتكلم في كلمة الضنك وهي مش بحثة في معناها بدقة. عارف يعني ايه ضنك؟ عارف يعني ايه ضنك؟ المرأة الضناك اللي هي مكتنزة اللحم. عارف لما يكون واحد كنز، كلمة كده موجودة في القرى، كنز. يعني ايه كنز؟ يعني اللحم بتاعه ضاغط على بعضه فتلاقيه رفيع، شكله رفيع ووزنه قدك مرتين، اللحم ضاغط على بعضه. هو ده معنى الضنك، معيشة ضنكة، يعني معيشة كلها ضغوط نفسية، مضغوط مخنوق مش طايق نفسه. حتى الضناك في اللغة الزكام، الزكام ده ان الانف تسدد، الفتحتين بتوع الانف تسد ومش عارف ياخد نفسه. انسان عايش مخنوق، انسان مش طايق اللي هو فيه، مش طايق من كتر الضغط والخنقه النفسيه. ممكن ساكن في بافاري هيلز، ساكن في مدينه مقفوله والامن حواليها واللي عايز يعمل حاجه جواه يعملها، وبيعملوا انترفيوهات مع اي حد بيشتري فيلا فيها عشان ما فيش حد بقى يجي يخنقهم جواه بقى ويقول لهم دين ومش دين وبتاع، وفي النهايه هو بينتحر. ليه؟ مخنوق ليه؟ ده انت يعني عايش في السويد ولا في امريكا بتموت نفسك ليه؟ مش قادر. فان له معيشه ضنكا، معيشه اي عيشه والسلام، عكس فلنحيينه حياة طيبة. ده اللي حي بحقه حقيقي، ده اللي عايش حياة بحقه حقيقي. الضغط النفسي ده ليه؟ لأن ربنا خلقك جسد وروح. جسدك له حدود، انت ما تقدرش تطلع المريخ مثلا لو حبيت تطلع المريخ، ما تقدرش مثلا تطير في الهواء لو حبيت تطير. جسمك له حدود وامكانيات، انما قلبك وروحك ما لهمش حدود ولا لهم امكانيات. ازاي انت ممكن الوقت تسبح ربنا قلبك يسجد تحت العرش، قلبك يحلق في السماء كده مع الملائكة بتوع السماوات السبع؟ انت قلبك ده ملوش حدود للحركة. قلبك ممكن يوصل لسدرة المنتهى، قلبك ممكن يوصل لحجاب النور بالتسبيح وذكر الله. هي دي بقى اللي محروم من الذكر، اللي مش راضي يدي لقلبه. عارفين واحد عنده زي ده قاعد يصرخ، فواحد اداله مسكن ودى الألم، ساعتين ازاي ده انفجرت. هو بالظبط كده، انت بتدي مسكنات. الفسحه اللي انت بتخرج بيها، الليله الحلوه اللي انت بتقضيها، دي مسكنات، انما في الاخر روحك مش قادره. انت عايز تديها الغذاء اللي بحقه حقيقي ليها. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طب اللي بيذكر ربنا بقى هو اللي بينجو من الخنقه دي. الضنك ده ان الواحد عايش في تابوت، الواحد عايش مخنوق، الضغوط النفسيه شلاله حياته. تخرج ازاي؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله. ادمن ذكر الله. والله يا جماعه اللي انا بقوله لكم ده كلنا مجربينه، انا اول واحد مجرب الكلام ده. انك انت اعمل ورد ذكر كل يوم كده، اقعد تسبح ربنا، اقعد قدام صور طبيعيه وسبح ربنا، اقعد اذكر ربنا، اقعد استغفري. ذكر ربنا له مفعول رهيب بدون ما تدرى هو ايه السبب، هو ايه اللي حصل. عالج نفسك بذكر الله، عالج نفسك بكثرة ذكر الله. يوم ورا يوم ورا يوم هتفاجأ ان حياتك كلها بتتغير. لو مخنوق ومضغوط نفسيا صدقني ذكر ربنا هيغير حياتك وهيفرق في كل حاجة في حياتك. وإلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عكس سبق المفردون. المفرد اللي هو خفيف الأحمال، ربنا بيشيل عنك، اللي هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر ربنا بيخفف عنك أحمالك في الحياة وأحمالك في الدنيا وأحمالك يوم القيامة. ربنا يوفقكم يا شباب ونبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.